حكاية البداية. نقف اليوم على أعتاب قصة من بذل العطاء لمدة 3 عقود من الزمن. إنه الأستاذ الفاضل صالح بن عبد الله الزايد. كانت ولادته بفرعة الزود عام 1387 للهجرة. التحق الزايدي بركب المتعلمين في مدرسة فرعة الزود الابتدائية، والتي درس بها الصف الأول والصف الثاني، ثم أكمل بقية المرحلة بمدرسة الحسن بن الهيثم بالطائف، ثم تخرج منها ليلتحق بمتوسطة اليرموك، ثم أكمل المرحلة الثانوية بمدرسة ثقيف، ثم حط رحاله أخيراً بكلية المعلمين بالطائف، والتي تخرج منها عام 1413 للهجرة. حكاية العطاء. تم تعيينه معلماً عام 1414 للهجرة في مدرسة الحسن بن الهيثم بالطائف، ومن بعدها انتقل إلى مركز الموهوبين ليتنقل بين المدارس التالية: لمدرسة حمزة الابتدائية، ومدرسة عمر بن عبد العزيز، ومدرسة موسى بن نصير، ومدرسة أبي سعيد الخدري، ومدرسة الحارث بن كلدة، والتي كان لها النصيب الأكبر من سيرته التعليمية. حكاية التميز. كانت سيرة الزايدي مليئة بالعطاء، نال الكثير من شهادات الشكر والتقدير وعددا من جوائز التميز. لم يقف عطاء أبي مهند على التعليم فقط، بل كان لمؤسسات الوطن الكثير من المشاركات في عدد من المواقف الوطنية والمناسبات. حكاية الجمال. ارتدى رداء التواضع، يستقبل أبناءه الطلاب بكل ابتسامة مشرقة يزينها أدب جم وخلق رفيع. حكاية اليوم. ها هو اليوم يلوح مودعا صرح التعليم، وأثره باق. أبا مهند، هنا شكر لا وداع، هنا أجيال تعلمت بين يديك، فلك منا ومنهم وافر التقدير والعرفان والتحايا.